من أكتر أسباب التسويف اللي محدش بيقولك عليه عشان يفضلوا ياكلوا عيش على قفا تسويفك هو لعنة الدوائر المفتوحة. الدوائر المفتوحة هي الجحيم الحقيقي بالنسبة لدماغك، احتراق مستمر من غير أي نتيجة ولا معنى ولا نهاية. طب يعني إيه أصلا دوائر مفتوحة؟ خليني أقربها لك بمثال يجوز أنت شفته أو حتى عشت. ليكن إنك في علاقة مع صاحبك، صاحبتك، حبيبتك، أيا كان، والشخص ده عمل معاك موقف مش تمام، فأنت قررت تنهي العلاقة. خلصت، دماغك عنده قفلة. يوم ما الشخص ده يجي على بالك وتقول ده كان غالي عليا، دماغك هتقولك بس بعد اللي عمله ملوش دي ونقطة. الملف بالنسبة لدماغك اتقفل. طب خد السيناريو التاني، نفس الشخص لكن فجأة ومن غير أي مقدمات اختفى من حياتك. صحيت لقيته مبلغك من كل حتة، مغير رقمه، مغير عنوانه، كأنه ما كانش موجود. ساعتها بقى اللي هيحصل قابل طوفان الأسئلة. هو أنا زعلته؟ طب قلت حاجة غلط؟ طب هو كان في مشكلة وما قاليش؟ طب ما قاليش ايه؟ والدماغ هنا ما بيدورش على إجابة، هو بيدور على أي حاجة تقفل الدايرة. والدايرة دي مش بس بتنغص عليك عيشتك، دي ممكن تتحول لتروما تخليك تشك في أي علاقة جديدة. طيب ايه علاقة الكلام ده بالتسويف؟